الإمام أحمد في مرة وهو مسافر الليل دخل عليه وهو في مدينة غريبة ما يعرفش فيها حد. راح للمسجد علشان ينام، لكن حارس المسجد منعه وقال له ممنوع النوم هنا. والإمام أحمد ما كانش عايز يقول هو مين من تواضعه. وهو خارج من المسجد تعبان شاف خباز، يعني الراجل اللي بيخبز العيش في دكانه البسيط. الخباز لما شافه الخباز لما شافه تعبان عزمه ان يقضي الليلة عنده في المحل. الإمام أحمد وهو قاعد بيراقب الخباز لفت نظره حاجة غريبة جدا. الخباز ده وهو بيعجن العجين وهو بيحطه في الفرن وهو بيطلعه ما بيسكتش عن كلمة واحدة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الإمام أحمد اتعجب وسأله: يا رجل، هل وجدت أثر الاستغفار هذا؟ الخباز ابتسم وقال له: والله ما دعوت دعوة إلا استجيبت لي، إلا دعوة واحدة فقط. الإمام سأله: إيه هي الدعوة دي؟ وما هي تلك الدعوة؟ قال له الخباز: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ابن حنبل. هنا الإمام أحمد دمعت عينه وقال له: أنا أحمد بن حنبل، والله لقد جررت إليك جرا. يعني ربنا سخر الظروف وطلعه من المسجد علشان يروح لحد عنده بسبب استغفاره. شفتوا يا جماعة، الاستغفار مش بس بيمسح الذنوب، ده بيجيب الرزق وبيحقق المستحيل.